ايه رأيكم في الدنش ده؟ ولا دنش المحلات ولا نشتريه ولا ندفع فيه قد السعر 10 مرات؟ ده اللي انا اكتشفته يا جماعة والله. علشان نجيب واحدة دنشية بالطريقة دي ندفع فيها 10 جنيه او اكتر. لقيتني عملت الكمية ديت بتمن 2 بس. يعني سامعني بتمن 2 بس. وطبعا الجنش اللي انت عايزة تحطيه براحتك فيه، عايزة تعمليه سادة براحتك. تعالى اقول لك عملنا ايه بعد ما نصلي على النبي كده ونسمي الله ونبدأ. معايا نص كيلو دقيق، ومعايا كيس خميرة اللي هو معلقة كبيرة، عبارة عن معلقة كبيرة، وشوية ملح، ومعلقة زبدة واحدة، زبدة عادية من البيت، ماهيش زبدة فلاحي ولا حاجة، ومعايا بيضة. ورحت جاية بشوية فانيليا وشوية معانا حوالي 3 معالق سكر، وقلبناه بالطريقة ديت وبشوية مية وعجناه. ما ضفناش اي حاجة تانية، ممكن تستغنى عن البيضة كمان. وامسكيه كده بصوابعك ولفيه، ولم العجينة بتاعتك هتبقى ملزقة بسيط خالص. هو خد كوباية وربع مية، النص كيلو دقيق خد كوباية وربع مية مع البيضة. لو هتشيل البيضة يبقى كوباية وربع، ونحط معلقة مية زيادة مع البيضة. جينا فردنا شوية دقيق كده على المفرش، وادينا العجينة بقى لتة حلوة كده علشان يبقى فيها العرق بتاعها، ولمناها بحوالي معلقتين 2 دقيق كمان مش اكتر، بس علشان ان انا اديلها الايه. وسبتها بقى ترتاح شوية، طبعا مش هسيبها تخمر، هو حوالي 10 دقايق بالظبط. ورحت جايباها ورحت ايه فردها علشان اقطعها قطع متساوية كده. عملت معايا حوالي 16 قطعة. نص كيلو عمل معايا حوالي 16 قطعة. بصراحة ادتني دنشاية شكلها حلو وكبيرة مسكتها طبعا زي ما انتم شايفين كده، اكوره على راحة الايد. يتكور معاكي بأي طريقة انت بقى بتكوريه بيها. وقطعتهم وسبتهم يرتاحوا حوالي 5 دقايق، وبدأت افرد فيهم. احط دقيق بسيط خالص، نسمي دقيق بسيط وانت بتفرديها، وعلشان بس تحطهم على بعض. فردتها حوالي سمك الواحدة حوالي 2 ملي، ويكونوا مقاس واحد، وفردتهم وحطيتهم على بعض. جبتهم على بعض. وبعد كده معايا شوية زبدة على شوية سمنة. الكمية مش كبيرة، حوالي 100 جرام زبدة و100 جرام سمنة. ورحت جاية آه، أدهنهم بالفرشة. طبعا انا مش مكترة السمنة والزبدة، لو انت عايزة تزودي براحتك، بس انا بفضل ان انا عندنا في البيت مش هزود. في 2 مسكوا في بعض طبعا. عملتهم تاني وفردتهم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مش هشيل حاجة من المقطع. ورحت جاية فرداهم وحطاهم برضو عليهم. بعد كده خلصت الكمية بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده، نفس المقاس وعلى بعضهم، وحطيتهم في الفريزر. وديتهم الفريزر حوالي من 10 دقايق، وعشان بس السمنة والزبدة تمسك فيهم. وجبتهم بعد حوالي 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده انا شلتهم سويتهم اهوت وحطيتهم في الفريزر. وبدأت أفردهم زي ما انتوا شايفين كده. عايزين تفردوهم بقى بالنشابة بإيديكم بأي حاجة. فردتهم لغاية ما بقى سمكهم تاني حوالي من 3-4 ملي مش أكتر. وفردت بأكتر بطريقة زي ما انتوا شايفين كده. حاولي تفردي لبره، حاولي انك انت تفردي لبره. طبعا التلاجة جمدت معاكي الزبدة والسمنة اللي انت حطاها بين الرقات، ما فيش حاجة طلعت منها. لغاية ما عملتها بعد كده مستطيل زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت، وبدأت ألفه رول على بعضه.
بعد ما دهنته برضو بالزبدة والسمنة، وزي ما قلت لكم انا عملت بين الرقات وبعضها زبدة وسمنة. بدهنها كلها كده وبرش عليها شوية سكر، ده طبعا اختياري لكم. انا طلعت معلقتين 2 سكر ورحت رشاهم بعد ما عملت الزبدة والسمنة، ولفيت الرول زي بتاع السويس رول بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت، وجيت في الاخر ورحت لفة اخره مسكته في بعضه. ما انتش عارفة تمسكه في بعضه ممكن تدهنيه مية خفيفة، بس انا هقولك هتعملي ايه. رحت جايه بقى مقطعاه بالسكينة زي ما انتم شايفين كده المقاسات، اللي كل واحدة عرضها حوالي من 4 سنتي مش اكتر. وبدأت أرصه في الصواني بتاعتي. طبعا رصيت الكمية في صينيتين زي ما انتم شايفين. أنا بجيب طرفها وأحطه تحتها زي ما انتم شايفين كده علشان ما يتفردش مع لما يخمر ويدخل الفرن. ورصيته في الصينيتين ودهنت وشه بشوية شربات كانوا عندي في التلاجة، اللي هو شربات الكنافة، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. وطبعا أنا حطيت على كل واحدة، كان عندي مربة عنب من اللي أنا عاملاها، لو حبيتوا تشوفوا مربة عنب اللي أنا عاملاها ديت هتلاقوها برضو في الفيديوهات اللي قبلها. وطلعت بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها ديت. ووفرت والله وفرت يا جماعة، عملت 17 قطعة ب8 قطعتين 2 من بتوع الفرن. وطبعا انا مستعجلة هفتحها بالسكينة لانها سخنة جدا، بس علشان عايزين نقدمها مع لبن للفطار. يا ريت يكون عجبكم الفيديو ويكون فيه شير ولايك، وما تنسوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.